ميسي ولامين يامال. كيف حولت الصدفة صورة خيرية إلى أيقونة كروية؟ بعد دقائق قليلة من تحديد طرفي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 وهما إسبانيا والأرجنتين، عادت إلى الواجهة واحد الصورة ديال الأيقونة التي تم التقاطها قبل عدة سنوات للنجم ليونيل ميسي وهو في بداية مشواره الكروي رفقة من يراه كثيرون أنه وريث إرثه في برشلونة لامين يامال. وعاد الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية نشر الصورة التي يحمم فيها ميسي لامين يامال كان طفلا رضيعا. ودأب العديد من المتابعين على التشكيك بصحة الصورة التي زاد انتشارها قبل عامين بالتوازي مع انفجار موهبة لامين يامال مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس أوروبا يورو 2024 وفوزه باللقب، وقبلها بتألقه اللافت مع برشلونة. واعتبر كثيرون أن هذه الصورة تم إنتاجها بواسطة البرامج المتخصصة في تحرير وتصميم الصور أو عبر الذكاء الاصطناعي AI، للإشارة إلى توريث ميسي مهارته للامين يامال منذ الطفولة، قبل أن يؤكد برشلونة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنها صورة حقيقية بنسبة 100%. والتقطت هذه الصورة في ديسمبر الأول 2007 بعد 4 أشهر من ولادة لامين يامال في 13 من يوليوز من نفس السنة على هامش مشروع أطلقته مؤسسة برشلونة عام 2004. وقامت مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت الإسبانية بطباعة تقويم سنوي خيري لجمع التبرعات لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وأعمال المؤسسة الخيرية، وعليه خصص إصداره عام 2008 لتسليط الضوء على برامج دعم الأطفال حول العالم. واختارت المؤسسة والجهات الخيرية الشريكة اللاعبين الذين سيظهرون في التقويم في مقدمتهم تشافي هرنانديز، بويان كريكيتش، ديكو المدير الرياضي الحالي للفريق، رافا ماركيز وميسي. وبمحض الصدفة كان لامين يامال من بين الأطفال المختارين. وعلق موقع برشلونة الرسمي على الصورة التي وصفها بالساحرة: هكذا التقى ميسي الذي لم يكن قد تجاوز عمره 20 عاما آنذاك بالطفل لامين يامال للمرة الأولى. وتابع في ذلك الوقت بدأ ميسي بالفعل في إظهار موهبته الاستثنائية وانطلق ليصنع مسيرة أسطورية في عالم كرة القدم. لكن من كان يتوقع أن يصبح ذلك الطفل الصغير في الصورة لاعبا قد يسير يوما ما على خطاه؟ ها هما الاثنان معا في هذه الصورة الرائعة. وختم الموقع الرسمي للنادي الكتالوني: من المرجح أن تصبح واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق. وتحدث جوان مونفورت المصور الإسباني الذي التقط هذه الصورة عن كواليس هذا المشهد الأيقوني في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الإسبانية، موضحا أنه تم إجراء قرعة في حي روكافورندا الشعبي في ماتادور مسقط رأس لامين يامال للبحث عن أطفال لالتقاط صورة للمشروع الخيري. وقال مونفورت: الصدفة هي التي جمعتهما. كان من الممكن أن تكون الصورة مع لاعب آخر، لكنها كانت مع ليون ميسي. لو كان بإمكان عائلة الطفل الاختيار لربما اختاروا في ذلك الوقت رونالدينيو أو تشافي أو إنيستا. وكان ميسي بعمره آنذاك 20 عاما والطفل بضعة أشهر أي 4 أشهر. بالتأكيد كان ذلك أول طفل يحمله ميسي بين ذراعيه، وبطبيعة الحال كان التفاعل بينهما معقدا. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين ميسي وإسبانيا لامين يامال اليوم الأحد 19 يوليوز على ملعب ميت لايف في مدينة نيويورك على الساعة 8 بتوقيت المغرب، 10 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.